ألكسندر بوشكين أحد أهم الشعراء في الأدب الروسي، لقب بأمير الشعراء، ووصل لقمة شهرته وإنتاجه الأدبي وهو عنده 35 سنة بس. من ضمن الأعمال الجميلة اللي عملها قصة أطفال مكتوبة بالشعر. الغريب في الموضوع إنها متاخدة من الأدب الألماني. طب إيه اللي يخلي شاعر كبير وعنده عبقرية في التأليف يكتب قصة أطفال وكمان متاخدة من مؤلف تاني؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في قناة السمك في اسكندرية، معاكم عمرو أبو الوفا، والنهارده إن شاء الله هنحكي قصة الصياد والسمكة، وهي قصة أطفال المفروض إن معناها يوصل للكبار. بيقول لك مره كان في صياد عجوز جدا عايش في كوخ كده طين متهدم، هو ومراته العجوزه بقالهم 33 سنه عايشين في الكوخ ده. كل يوم هو يطلع يصطاد ويرجع بالصيد، وهي بتشتغل على المخزن بتاعها وتعمل الغزل بتاعه. وفي يوم من الايام وهو رايح يصطاد في البحر الازرق بقى يرمي يطلع له طحالب، يرمي تاني يطلع له اعشاب، يرمي تالت طلعت له سمكه ذهبيه لونها ذهبي لاقصى درجه وكمان بتعكس ضوء الشمس. طبعا استغرب جدا اول ما شاف شكلها الجميل ده، ولكنه اتفاجئ اكتر لما كلمته بصوت انسان. قالت له يا صيادي عجوز انت شكلك طيب، ابوس ايدك سيبني وهعمل لك اللي انت عايزه، كل امانيك هحلها لك ومش عارف ايه. طبعا الراجل اترعب، قال لك دي سمكه وبتتكلم، يا تكون ملبوسه ولا حاجه. فقال لها لا خلاص انا مش عايز حاجه، اتكل انت على الله وشوفي رزقك انت، انا مش عايز منك حاجه، يلا اتكل على الله. طبعا مشاها وكان مندهش جدا من اللي حصل له. روح بقى وحكى لمراته وقال لها ده انا بصطاد ما طلعتش حاجه، ولقيت طلع لي سمكه ذهبيه وكلمتني ومش عارف ايه. راحت مراته ايه اتنرفزت جامد وزعقت له، قالت له انت طلع لك السمكه المسحوره الذهبيه دي ومش تطلب منها الطلبات. فقال لها طب انت عايزه ايه طيب؟ قالت له يا عم ده الحوض اللي بنغسل فيه الحوض اتكسر، عايزين حوض تاني. المهم الراجل رجع للبحر الازرق ولاحظ اول ما وصل ان الميه اتضربت شويه، وقعد ينده على السمكه، يا سمكه يا ذهبيه يا سمكه يا ذهبيه. طلعت له قالت له مالك يا صيادي عجوز يا طيب؟ قال لها انا رجعت حكيت لمراتي اللي حصل، وهي بصراحه مش جايه معاها ان انا ما اطلبش طلب، فانا معلش كنت اطلب منك طلب تغير لنا الحوض اللي اتكسر. قالت له ما تشغلش بالك، ارجع بس البيت دلوقتي هتلاقي الحوض بتاعك سليم. لما رجع فعلا لقى مراته قاعده بره الكوخ وفي حوض سليم قدامها، ومراته اول ما شافته راحت ماسكه فيه. قال لها مالك بس في ايه؟ قالت له يعني انت رحت للسمكه الذهبيه في البحر الازرق عشان تطلب حوض؟ طب اطلب كوخ يا اخي. هنا الراجل رجع تاني للبحر الازرق، لاحظ اول ما وصل ان البحر الازرق الميه بتاعته اتعكرت شويه، وفضل ينده يا سمكه يا ذهبيه يا سمكه يا ذهبيه. طلعت السمكه الذهبيه قالت له ايه خير يا عجوز يا طيب؟ قال لها ده انا رجعت لمراتي لقيتها متنرفزه على الاخر وبتقول لي يعني السمكه الذهبيه وتطلب منها حوض. طب ما انا كنت عايز كوخ بصراحه اعيش فيه انا ومراتي عشان يمكن هي تهدى شويه. قالت له يا عم ما تشغلش بالك، ارجع هتلاقي كوخ. فعلا الصياد رجع ولقى ان مراته قاعده قدام الكوخ، كوخ جميل جدا ومعمول باحلى الاشكال وفي حديقه صغيره، يعني باحسن ما يكون شكل الكوخ. المهم مراته اول ما شافته طلعت تجري عليه، قالت له يعني انت جبت لنا الكوخ ده كله وانا هفضل برضه فلاحه واقعد اعمل الغزل وبتاع؟ قالت له لا يا باشا انا مش هينفع معايا الكلام ده كله، انا عايز ابقى نبيله، ابقى نبيله وابقى حاكمه المقاطعه دي كلها. ارجع بقى شوف انت تعمل ايه مع السمكه الذهبيه دي. طبعا الراجل يعني مش عارف يعمل ايه ومغلوب على امره، رجع تاني للسمكه الذهبيه. اول ما رجع لاحظ ان البحر بقى هايج جامد، وقعد ينده 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 لحد ما السمكه الذهبيه ايه طلعت. قلت له خير يا عجوزه طيب؟ قال لها ده انا مراتي بعد لما رجعت مسكت فيا اكتر وقالت انا مش عايزه ابقى فلاحه وعايزه ابقى نبيله وبتاع. قالت له بص ما تشغلش بالك، ارجع هتلاقي بقت نبيله. رجع بقى الصياد لقى مراته قاعده في بيت كبير قوي وواقفه كده في جنينه كبيره، وحواليها الخدم والحشم وهي لابسه فستان وذهب بقى والماظ وياقوت والدنيا ايه حلوه. اما اول ما شافته راحت قالت للخدم ايه يلا خدوه بقى على الاسطبل يشتغل سايق. الراجل ما كانش مصدق، يعني ايه ده ايه ده يا جماعه اللي بيحصل لي ده؟ وفعلا الراجل ايه فضل قاعد في الاسطبل يشتغل سايق. الاسبوع التاني التالت بدات الست العجوزه دي دماغها تلعب تاني، تقول من الاسطبل. قال لها خير؟ قالت له روح بقى للسمكه الذهبيه بتاعتك دي وقول لها بقى انا مش هينفع معايا قصه ان انا ابقى نبيله من النبلاء ومش عارف ايه، انا عايز ابقى ملكه، ملكه متوجه وكل البلاد دي تبعي. فقال لها حرام عليك انت خدت اللي انت عايزاه وزياده ومش هينفع تبقي ملكه، الشعب هيتعذب بسبب ضرباه بالقلم. وقالت له انا نبيله من النبلاء، انت ازاي تتكلم معايا كده والدم الملكي بيجري في عروقي. المهم رجع فعلا الصياد للبحر الازرق، واول ما وصل لاحظ ان البحر بقت ميته سودا خالص. قعد ينده يا سمكه يا ذهبيه يا سمكه ذهبيه. طلعت له السمكه الذهبيه، قال لها ده مراتي ضربتني وهزقتني وشغلتني سايس ودلوقتي عايزه تبقى ملكه وانا مش عارف اروح منها فين ووضعها بقى قوي جدا دلوقتي ومش عارف ايه والكلام ده. راحت السمكه زعلت جدا عشان خاطر الصياد العجوز ده، قالت له ايه ارجع لمراتك ما تشغلش بالك. رجع طبعا بقى لقى مراته ايه بقى قاعده في قصر كبير جدا وخدم بقى، ويعني اقل واحد بيخدم عليها وزير مثلا. دخل عليها بلاط الملكي طبعا ايه ما رضيتش اصلا تبص له، وكان حواليها حراس ماسكين بلطه، عارف البلطه اللي هي الكبيره دي، وراحت بصت له شاور بصباعها، وبدا الحراس يزقوه بالبلطه الكبيره دي لدرجه ان هم كانوا هيموتوه. بدا يجري منهم خايف لحد ما طلع بره باب القصر ووقع بره. طبعا الناس سخرت منه وقالت له هي دي اللي انت خليتها ملكه علينا، ده احنا هنشوف ايام نعلم بالله ربنا ومنك لله ومش عارف ايه. والناس سابته ومشي. ثم بدا يدور على حته يتوه فيها، وبعدها مفيش اسبوع اتنين تلاته بدات الملكه تدور عليه. جابته قدامها خير يا مولاتي؟ قالت له بص بقى انا موضوع الملكه ده بصراحه مش جاي معايا، انا عايز ابقى حكيمه البحار وكل البحار دي تخضع بامري. قال لها هتعملي ايه بالبحار؟ ما انت عندك اهو، ده انت عندك ملك يعني ما كنتش تحلمي بيه ابدا. راح الحراس اللي واقفين وراه طبعا ضاربينه وقالوا له ايه اسمع كلام الملك. الراجل ما فيش في ايده حيله، يعني دي الملكه وممكن تقتله، فخد بعضه ومشى وراح للبحر الازرق وقعد ينده يا سمكه ذهبيه. اول ما وصل للبحر لاحظ الميه لونها اسود جدا
والموج جبال فوق بعضه، مال الموج يخبط في بعض عامل زي الجبال بتخبط في بعضها، وقعد ينده بالعافيه يا سمكه يا ذهبيه يا سمكه ذهبيه. لقيت له السمكه الذهبيه، قالت له خير يا صياد يا عجوز؟ قال لها ده الملكه بقت صعبه جدا وانا خايف على حياتي، وهي مش جايه معانا تبقى ملكه وعايزه تبقى حاكمه البحار وانت خدامه عندها. راحت السمكه الذهبيه بصت له وخدت بعضها ومشت. اخر حاجه شافها كان ديل السمك، قعد ينده 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 مفيش فايده. رجع الصياد وطبعا هو مش عارف ومحتار وخايف لما الملكه تقتله. قال لك ايه ارجع بيتي وخلاص. رجع بيته اللي هو الكوخ بتاعه القديم، لقى الكوخ موجود زي ما هو والحوض المكسور موجود زي ما هو ومراته قاعده قدام باب الكوخ. طبعا بوشكن اختار ان هو يكتب القصه دي بالشعر من الادب الالماني بسبب الرمزيه اللي فيه. الست العجوزه هي الجسد اللي طلباته مش بتخلص ودايما عايز الاحسن والاكتر، والراجل العجوز هو الروح اللي مش عايز حاجه غير السلام. بتحاول الروح دي دايما تسعى عشان ترضي الجسد وهي مجهده ومعذبه. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلى